السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم سيرو من قناة سيرو كيرو. وده الجزء التاني لديكور هلال رمضان من الجبس والكونكريت. بعد ما نشف والهلال لزق في القاعدة وسبناه في الهوا ينشف 5 ايام عشان يطلع كل الرطوبة منه. هنبتدي نعزله ونلونه. هنلونه بالالوان الاكليريك، اللون الابيض. انا هنا اخترت اللون الابيض. تمام، هنفتحه لو هو مقفول بالشكل ده ويعني مش مستعمل اول مرة هنستعمله. بنفتحه زي ما بنفتح المراهم كده بالغطا، بنقوم ايه السن بتاع الغطا ده اللي بيبقى هنا زي المراهم والكريمات بتاعت الصيدليات. هنقوم عاملين ايه كده فيتخرم ويطلع اللون بتاعه. فهبتدي احط شوية كده على القطعة نفسها. تمام، وبفرشة مكياج تكون ناعمة او فرشة الوان، بس تكون ناعمة عشان ما تعملش زي خطوط كده في القطعة. ولو في بلندر برضو ممكن نستخدمها، بتبقى جميلة جدا. دي طريقة ان احنا ندهن مباشرة بالدهان الاكليريك على القطعة. في طريقة تانية ان احنا ممكن ندهن، يعني نحط من الدهان الاكليريك على شوية مية وعلى شوية ورنيش، وندوب التلاتة مع بعض وندهن بيهم مرة واحدة، وبكده بنكون عزلنا برضو القطعة في نفس الوقت. تعالوا اوريكم ازاي. هنجيب اي طبق بلاستيك بس عشان نخلط فيه، وهنحط فيه نقطة من دهان الأكليريك الأبيض، وهناخد شوية من الورنيش. هاخد حبة بسيطة، ده ورنيش شفاف لامع من GLC. ورنيش لامع بيدي طبقة عزل للقطعة. ماشي، ونحط لهم نقطة مية كده مش كتير. ماشي، ونبتدي نخلطهم كده مع بعض. نقلبهم بس كويس. تمام، اهم حاجة نقفل الغطا بتاع الورنيش ونقفل الغطا بتاع الالوان عشان الحاجات دي بتنشف. تمام، وندهن الهلال بتاعنا، نديله احنا كده خلطنا المية مع اللون مع الورنيش. بنديله بقى طبقة خفيفة كده. تمام، هخلص انا بقى كده وارجع لكم. بعد ما دهنا الهلال بالاكليريك وطبقة الورنيش هنسيبه ينشف. تمام، على ما ينشف هنعمل طريقة التزيين بتاعة ورق الذهب. انا هنا عندي طريقة بديل الورق الذهب. دول الاطباق اللي هي بتاعة اللي بتبقى تحت التورت. تمام، احنا ممكن نغسلها ونشيل الطبق الذهبي اللي على الكرتونة دي. تمام، نحاول نشيلها بالراحة، وهنبتدي نقطع منها. وده تبقى فكرة بديل ورق الذهب. فهشيلها واقطع منها وارجع لكم تاني. قصقصت انا بقى هنا ورق الذهب بشكل عشوائي. تمام، هبتدي الزقه على الهلال يا اما بالورنيش يا اما بالغيرة الابيض اللي هو برضو مكتوب عليه غيرة ابيض شفاف. تمام، هو بيبقى لونه ابيض بس لما بينشف بيبقى شفاف.
ونفس القصة الورنيش بيبقى شفاف برضه. تمام. فهجيب الورنيش انزل يا جري انزل. تمام. ودي الفرشة اللي كنا بنلمع بيها. هبتدي احط طبقة ورنيش خفيفة جدا على الهلال والزق عليها ورق الذهب بشكل عشوائي. تمام. وسع يا جري، الحاجات دي خطر. انزل. يعني انا بس بديكوا الفكرة، اللي عندها ورق ذهب وحابة تزوق بيه مفيش مشكلة. انا ممكن احط برضو على القطعة نفسها من قدام، لان ده كده كده شفاف، يعني اللون بتاعه هيبتدي يظهر تاني. عايزين نجرب بالغيرة، نجرب برضو بالغيرة. كده انا زوقت الهلال بالورق الذهب. تمام. وجزء من القاعدة اللي هو تحت الهلال بالظبط. هاجي بقى انا في الحتة الفاضية دي هكتب كلمة رمضان كريم باللون اللي هو الميتاليك الذهبي. دي برضو فكرة بديل الفينيل، ان احنا ممكن نجيب دهان ذهبي ونكتب بيه، او ممكن بنفس الورق ده لو قطعنا حتة كبيرة نقصها على كلمة رمضان كريم ونكتب بيها. ده الشكل النهائي للهلال، وكتبنا هنا رمضان كريم بالورق. تمام. ونشف الورنيش، ويعني كده خلاص احنا عزلنا القطعة وعزلنا الورق. وده كان الشكل النهائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.